الراجل ده عنده مال قارون، جملة دايما بتتقال على حد معاه فلوس كتير لا حصر لها. طب عمرك سألت نفسك هو مين قارون ده اصلا؟ الراجل اللي ربنا اداله اموال طائلة جدا، فجحد النعمة وافترى على قوم، فربنا خسف بيه وبثروته وبامواله الارض وجعله عبرة لمن يعتبر على مر العصور. وهل فعلا الباحثين قدروا مؤخرا انهم يوصلوا لمكان كنزه المدفون في الارض؟ علشان كده هنحكيها النهارده في الحكاية بتقول مع محمود. الاسم قارون بن يصهر بن قاهث، رجل من بني اسرائيل، ويقال انه كان ابن عم سيدنا موسى بن عمران بن قاهث. في الوقت ده يا عزيزي كان قارون وزير شؤون العبرانيين في مصر لدى فرعون، واللي كان حرفيا اغنى رجال الارض. اكيد مش هتستغرب لو قلت لك ان حجم المفاتيح بس بتاعه الحجرات اللي كان فيها كنوزه كانت بتحمل او بتحمل على 60 بغل، ودي ايه المفاتيح فقط، ما بالك بقى الكنوز اللي موجوده داخل الحجرات دي. ويقال كمان ان كميه الذهب اللي عند الفراعنه دي السر وراها كان قارون، وده لشده علمه وذكائه، وهتعرف دلوقتي ليه. الحقيقه يا عزيزي ان الباحثين اختلفوا في سر ثروته. جزء من الباحثين رجحوا ان التجاره واللي كان بارع فيها بشده هي سبب ثروته، الجزء الثاني رجح فكره علم الكيمياء واللي كان بارع فيها وبشده، وربنا كان رزقه علم الكيمياء ببراعه، واللي قدر بمعادلات كيميائيه بحته انه يحول التراب لذهب. وانا معاك لما تستغرب وما تصدقش الجزئيه دي، بس حاول تسمع الجملتين اللي جايين دول يمكن تصدق فكرة التراب يتحول بمعادلات كيميائية لذهب. الراجل ده كان لبسه من ذهب، كرسيه كان من ذهب، السرير اللي كان بينام عليه كان من ذهب خالص، وكان عنده عدة مخازن عملاقة من الذهب. يا راجل عايز اقول لك ان ابواب القصر العملاقة كانت من الذهب الخالص. عمنا قارون بقى كبرت ثروته وتفحشت بشكل كبير جدا، وبدل ما يشكر ربنا على النعم اللي اداها له سواء من العلم او من البراعة في التجارة او حتى من الكنوز والفلوس اللي ربنا رزقه بيها، افترى على قومه وجحد النعم، وكان بيرفض دايما نصيحة اهل الايمان ليه بالاقتصاد والحد من التبذير وعدم البذخ، وكان بيرفض كمان التصدق على الفقراء او انه يديهم اي شيء ليهم. كمان وصل لدرجة من درجات الغرور انه لما كان بيتكلم عن اللي هو فيه كان بينسى ان ربنا هو اللي رزقه بيه، وكان دايما يرد على الناس اللي بيدعوه لشكر ربنا على النعم دي انه كان بيقول انما اوتيته على علم عندي، يعني كل ده بسبب دماغي والعلم اللي عندي. وزياده على تكبره العناد ركب دماغه زي ما بيقولوا بالبلد، كان بيخرج في مواكب مهيبه كلها ذهب ومنظر من مناظر الثراء الفاحش. وقتها فتن قومه باللي هو فيه، يعني كانوا بيتمنوا انهم يبقوا ربع حظ او ثروه قارون. ومع استمرار قارون في البذخ والافتراء وفتنه قومه، تحول قارون لظاهره لفتنه القوم في الارض، او بين قوسين الفساد في الارض. فجه عقاب الله عليه بانه خسف بيه وببيته وبثرواته الارض. يقال ان الارض اتشقت وابتلعت كل ده، وقارون ذو الجاه والسلطه والمال والذهب ذهب مع مهب الريح وكانه لم يخلق. ده كان له عظه كبيره في ردع الناس اللي افتتنت بمال قارون وبثروته، وقالوا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. ومع انتهاء قارون بثروته القصه العبره لمن يعتبر. بعض الناس تفكيرها وخيالها راح لحته تانيه تماما، وبداوا يسالوا هي فين كنوز قارون دي؟ في الواقع يا عزيزي في روايات كتيرة حوالين موضوع كنوز قارون دي ومكانها فين. قيل ان قصر قارون واللي بيقع في الطرف الجنوب الغربي لبحيرة قارون في الفيوم، وللي ما يعرفش يعني او من بره مصر المحافظة دي جنوب غرب مصر، قالوا ان القصر اللي على بحيرة قارون ده هو نفس قصر قارون واللي ذكر في القرآن الكريم. ده اللي بيأكده اهالي المنطقة المحيطة لقصر قارون، قالوا ان البحيرة المجاورة لقصر قارون كانت جزء من القصر نفسه، واللي كان بيحتوي على حوالي 3000 غرفة فوق الأرض وتحت الأرض، لدرجة إن اللي كان بيدخل القصر في الوقت ده كان بيفتن ويحصل له صدمة وذهول من الحجم الكبير ده. وبحسب ما ورد في بعض المصادر قالوا إن كرسي قارون كان موجود في واجهة القصر ده وكان من الذهب الخالص. وقالوا كمان إن تحت الكرسي ده أو أسفل عرش الكرسي ده حفرة كبيرة مظلمة ممتدة لتحت القصر بعمق 3 أدوار. وقالوا كمان إن كل شيء في القصر ده كان من الذهب الخالص
خالص حتى ملابسه. كمان قالوا ان وجد في احد الغرف الموجوده في القصر ورق بردي مكتوب عليه بعض المعادلات والحسابات. رجح بعض العلماء ان دي بعض المعادلات اللي كان بيستخدمها قارون في تحويل التراب لذهب، لكن بعض علماء الاثار نفوا الروايه دي حرفيا وقالوا ان كل المعلومات اللي موجوده في الروايه دي غير صحيحه، ان تسميه القصر ده على اسم البحيره بتاعه قارون لانه موجود جنبها ليس الا، وان البحيره دي اصلا في البدايات كان اسمها بحيره القرون قبل ما يتم تحريفها مع الوقت لبحيره قارون. وبالنسبه لعدد الغرف الكبير اللي موجود داخل القصر، علماء الاثار رجحوا ان الغرف دي كانت بتستخدم من طرف الكهنه في حفظ الغلال، وبعدين تبين ان كل المعلومات ديت كانت عباره عن اشاعات وجهها اليهود اثناء فتره تواجدهم في مصر، واللي اشاعوا ان القصر ده لقارون المذكور في القران، وكورح اللي مذكور في التوراه. وكورح بحسب اللي ذكر في التوراه هو من سبط لاوي ابن يعقوب، واللي تزعم تمرد على نبي الله موسى وهارون. حسب ما ورد في التوراه مكتوب نصا كده: فعاقبه الرب بان شق الارض وبلعته هو وكل جماعه كورح وبيوتهم. مش بس كده، ده اليهود اشاعوا اشاعه ان قارون ده هو الملك الفرعوني المصري امنحتب الثالث، وده اللي ما يعرفش هو احد اشهر ملوك الاسره ال 12. وبرضه اشار بعض العلماء ان المبنى اللي موجود والمشيد والمسمى باسم قصر قارون هو مبنى لمعبد لدين سيوس، وهو معبود الفرح والمتعه عند اليونان في العصور القديمه، وانه ملوش علاقه بقارون وقصره، وان مفيش ما يثبت ان بحيره قارون الحاليه هي المكان اللي عاش فيه قارون. يقال كمان ان بعض الناس نزلوا لاسفل البحيره دي او غاصوا فيها على امل انهم يلاقوا بعض الكنوز دي، الى انهم لحد الوقت ده ما عثروش على اي حاجه، في حين ان بعض العلماء قالوا ان قصر قارون اصلا موجود في العراق، بالتحديد في نينوى، وربط بعضهم قارون باحد ملوك نينوى في العصر القديم، واللي كان اسمه ابول، واللي كان عنده كنوز طائله كان بيخفيها تحت الارض. بالشكل ده يا عزيزي هتلاقي فيه روايات وتكهنات كتيره حوالين موضوع كنوز قارون واين اختفت. كل فتره من الفترات تلاقي ناس طالعه وبتقول انهم عارفين مكان الكنوز دي، لانه لحد دلوقتي يا عزيزي تظل كنوز قارون المخفيه او المدفونه احد اسرار التاريخ واللي محدش قدر يكشف عنها لحد دلوقتي، وممكن يا عزيزي ما يقدروش يوصلوا لها اصلا. لو وصلت معايا لحد الجزء ده تفتكر كنوز قارون مدفونه او موجوده فين، وفين المكان الحقيقي اللي عاش فيه قارون؟ وقبل ما اقفل، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا على النبي. بس كده.